السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة سعيدة عليكم وعلى الأقباط وعلى المسلمين وعلى المسيحيين وعلى أمة محمد أجمعين، وكل الناس بخير إن شاء الله، عليكم وعلينا بألف خير. النهاردة هنقدم طاجن السبانخ بالفراخ في الفرن، حاجة كده في منتهى الجمال، شغل الدلع لأصحاب الأكل كده، للمزاج العالي، الناس الأكيلة اللي بتحب الأكل. حاجة بقى مفيش بعد كده في الجمال، صلصة وطماطم وشرايح ليمون، حاجة كده ايه، دلع في دلع. وهنعمل جنبها شوية رز أبيض بالشعرية. أكلة لذيذة جدا، طعمها جميل جدا، ريحتها واصلة في آخر الشارع. يلا نشوف مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت جميل منكم، وشيروا الفيديو ده لأكبر عدد من أصحابكم. يلا دعموا الفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل100,000 مشترك. يلا معايا نوصل الفيديو ل100,000 مشترك. هنعمل زي ما انتوا شايفين الفراخ وصينية السبانخ بالفراخ في الفرن، حاجة كده جميلة جدا وايه، مستوية زي ما انتوا شايفين، قمر اهيت، حاجة تستاهل فعلا بقكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش. يلا بقى نشوف الفيديو مع بعض. وزي ما انتوا شايفين بصلة كبيرة قطعناها مكعبات صغيرة جدا، ونزلنا عليها معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من الزبدة، وهنحمر البصل بتاعنا. وبعد كده نكون طبعا مقطعين السبانخ وغسلينها كذا مرة كويس قوي. وفي الاول نقطع طبعا الفراخ او ننقعها في محلول النقع بتاعها، ملح خل ليمون. هنسيبها نص ساعة وبعد كده نشطفها كذا شطفة ونعصر عليها الليمون. البصلة اول ما اتحمرت نزلنا على طول بالفراخ اللي مقطعناها انصاص، يعني كل ورك بنقطعه نصين او ربعين، ونديهم تشويحة حلوة مع البصل. بعد ما يحمر لونه هندي الفراخ بتاعتنا تشويحة حلوة قوي. يعني الصدر هنقسمه يا جماعة على 2، يبقى الصدر هنقسمه على 2 وبرضو الورك هنقسمه على 2، وهنسيبهم بالطريقة دي لحد ما يخشوا في السوا. اول ما يخشوا في السوا بتكوني طبعا غسل السبانخ ومقطعاها، وتكوني طبعا السبانخ تشطفيها كذا شطفة، والاحسن ان انتي تنقعيها في الاول 5 دقايق كده مع معلقتين من الخل، وبعد كده تشطفيها، علشان طبعا تعرفين السبانخ بيلمسها اي ايد في السوق وكده، فاحنا بنعمل عشان النظافة والوقاية. فهننقعها شوية بمعلقة من الخل او معلقتين من الخل ومية. بعد كده بنشطفها كذا شطفة وبننزل على طول بالسبانخ على الفراخ ونغطي عليها. وبعد كده بنفتح الغطا وبنشوف الحكاية ايه. زي ما انتوا شايفين بنقلب الفراخ بتاعتنا، ونبدأ بقى ان احنا نديها البهارات بتاعتها ونتبلها بقى التتبيلة الجميلة بتاعتها. نديها معلقة كبيرة من الثوم المدقوق، ده اول حاجة. يعني في الاول بنديها معلقة زي ما انا قلت لكم من الثوم المدقوق، وبنقلب الفراخ بتاعتنا كويس قوي. بعد كده بنزل معلقة كمون، معلقة كبيرة من الكمون، تدي ريحة وطعم جميل جدا. وبننزل برضو نص معلقة كبيرة من الشطة. طبعا اللي عايزها سبايسي حراقة بيزود الشطة، اللي مش عايزها فبيعمل زي ما انا عملت كده، معقول، لا هي حراقة قوي ولا هي مشطشطة او دلعة قوي. هننزل بعد كده كيلو من الطماطم المعصورة، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. يا دوبك بس هنسيبها لحد لما الفراخ بتاعتنا تستوى، وكل ده السبانخ معاه.
طبعا انا سويت السبانخ زي ما انتوا شايفين كده، مش هتاخد معانا كتير، يا دوبك بس السبانخ دبلت نزلنا بالطماطم، على طول نزلنا الملح. هنطبخ بقى شوية رز جنبها ابيض، وكمان هنحط لها الشعرية، يعني شوية شعرية، مكرونة شعرية كده، عشان الاكلة تطلع كده جميلة وتطلع سلسة كده وحلوة. طبعا طاجن السبانخ الجميل ده مش هيحتاج الا رز ابيض بشعرية. نزلنا 4 معالق كده من الزيت، شوية من الزيت في الحلة، واول ما يسخن طبعا الزيت شوية معانا هننزل الرز بعد ما نغسله. وزي ما انتوا شايفين نزلنا في الاول المكرونة، وبنقلب تقليبتين كده لحد ما تديني اللون الجميل ده المحمر شوية. شايفين هو اللون ده، هنزود كمان شوية عليه، بس كده اللون ده جميل قوي. هننزل بقى الرز بعد طبعا ما اتغسل كويس قوي كذا غسلة، وبقت المية بتاعته كده رايقة حلوة خالص. صفناه وادينا حطيناه اهوت مع المكرونة، ونقلب ده كله مع بعض يتشوح الرز مع المكرونة في الزيت. دي خطوة مهمة جدا، تشويح الرز مع المكرونة كده علشان يطلع حلو كده ويطلع يعني ما يكونش مكتوم، تطلع الرزاية سايحة كده وحلوة. خلاص الرز بتاعنا اخد تشويحة حلوة مع المكرونة واخد كده من بعضه، وطلع الروايح بتاعة المكرونة الجميلة ديت معاه. هننزل بقى المية بتاعة عقد الرز، بعد كده هننزل طبعا بمعلقة من الملح ممسوحة. طبعا يا جماعة الرز ما بيتحطلوش ملح كتير. بنظبط العقد كده، وطبعا بنظبط العقد بتاع الرز لما المية توصل لنص المعلقة، يبقى كده الرز في التمام. هنغطي بقى عليه ونسيبه لما يتشرب. خلاص هنظبط برضو نتأكد كويس من العقد بتاع الرز، وبعد كده هنغطي بقى عليه ونسيبه بقى مع نفسه كده. واول ما اسمع صوت التكتكة بتاعته كده واشطشة هوطي عليه. هنا هنعمل بقى الطشة بتاعتنا. طشة السبانخ بيبقى ليها كده ريحة جميلة جدا، وكمان طعم رائع جدا. بننزل معلقتين 3 من الزيت على معلقة زبدة، وبننزل معلقة كبيرة من الثوم المدقوق، واول لما يسخن ويديني اللون المحمر ده هنزل على طول بيه على السبانخ بالشكل ده. طبعا السبانخ بتاعتي خلاص استوت. هنزل طبعا كل اللي في المقلاية بعد كده في الحلة. هنا هندخل بقى خلاص الصينية بتاعتنا في الفرن عشان تاخد بقى تحت الشواية اللون الجميل بتاع الشوي، طلع الريحة الحلوة
اللي بتقلب البيت كله، والريحة الشوي الفراخ بتبقى ريحتها جميلة جدا، وريحة الخضار نفسه السبانخ تبقى ريحتها هايلة جدا. كمان لو عندك طواجن ممكن برضو تستعملي الطواجن في الفرن. انا عندي طاجن برضو هستعمله، مش هيقول لأ. هحط برضو فيه السبانخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل الفراخ بعد كده على الوش، وهنسيبهم تحت الشواية من تحت ومن فوق. لو طبعا البوتاجاز بتاعك شغال من تحت ومن فوق تولعي عليه، لو مش شغال اشتغل من فوق لوحده ممكن قوي تسيبيه تحت الشواية، هيديك اللون اللي احنا عايزينه. لكن قبل ما تدخليه تحت الشواية وقبل ما تدخليهم الفرن، معانا 3 وحدات من الطماطم هنقطعهم شرايح وننزلهم في الصينية في الفراغات بتاعة الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يدي طعم وريحة، وكمان يهيئ كده الصينية ويديها شكل حلو. طبعا دخلناهم في الفرن تحت الشواية. هنشوف الرز بتاعنا خلاص اتشارب بالشكل ده، بس انا مش هاجي جنبه خالص، هوطي بقى عليه وهسيبه على نار واطية خالص زي الشمعة كده علشان يستوى منه لنفسه. مش هقلبه خالص، علشان لو انا قلبته دلوقتي هيعجن معاكي، غير كده هتطلع رزاية مستوية ورزاية نية. انما انا بسيبه كده ما بقلبهوش اول 5 دقايق، بعد كده بقلبه. هنا الرز معايا زي ما انتوا شايفين ما اخدش اكتر من 10 دقايق، اقل كمان من 10 دقايق على النار، واستوى بسرعة، ودي تعتبر اول تقليبة. خلاص كده انا هطفي عليه بدل استوى، بس هوارب الغطا عليه بالشكل ده علشان ما يعجنش الرز، فهسيبه بالشكل ده، وطبعا هطفي عليه. يعني كل السوا بتاعه تقريبا اقل من 10 دقايق. وكده حضرنا الاكل بتاعنا في الاطباق. عملنا الطبق زي ما انتوا شايفين اهو، حطينا فيه الرز، ودوت طاجن الفراخ بالسبانخ او السبانخ بالفراخ زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. اخر جمال، طعم وريحة ومنتهى الجمال، وكمان شكله زي ما انتوا شايفينه كده، والفراخ ما شاء الله، والاكل طالع مستوي وجميل جدا. شايفين السبانخ جميلة جدا، طعمها هايل هايل، طعم وريحة حاجة بقى ما اقولكمش في منتهى الجمال. طاجن الفراخ بالسبانخ ده قالب البيت كله، طعمه في منتهى الجمال، ريحته يمكن واصلة لحد الشارع، مستوي جميل. والفراخ صدر الفراخ مستوي جميل جدا زي الزبدة، شايفين بيتفسخ من بعضه ازاي، طري جدا. حتى وراك الفراخ برضو طالعة جميلة جدا اهو. وريت لكم اللي في الطاجن، وهوريلكم كمان اللي في الصينية زي ما انتوا شايفينه، اخد لون شوي جميل جدا من على الوش، غير كده مستوي من جوه جدا، شايفين مستوي قوي اهوت وقمر. يلا جربوا بقى الاكله الجميله دي وقولوا لي ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه